السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل منظم اقلام من ازازه الزيت، ولا اروع بجد، تحفه تحفه وحلو جدا، وهينفعنا جدا ايام المدارس. طبعا عملناه من زجاجة الزيت او زجاجة الماء. اول حاجه هنجيب الزجاجه وهنجيب مقص او قطر، وهنبدأ ان احنا نقصها، والجزء اللي هو اللي فوق هنستفاد منه. اهو بدأت اقصه. هظبط بقى الحاجات اللي فوق دي بالمقص، والجزء ده ممكن نحطه في المطبخ ونستعمله كقومة. وبدأت اني اقص الاطراف والزيادة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا عندنا بقى هنكون مسخنين المكوة، واول ما نخلص قص وكل حاجة هنجيب الزجاجة ونحطها على المكوة. هتشوفوا دلوقتي. بدأت ان اقص الاطراف، ودي المكوة بتاعتي اهي، وهشوفها سخنت ولا لا. بس احنا اول حاجة هنكون بالراحة كده عليها عشان ما نتلسعش، وهنعمل الوقت زي ما انا عملت. بعد ما خلصت هدوسها هنا كده عشان اساوي الاطراف بتاعتها، وغير كده عشان هتبقى حامية على ايدينا. يعني مثلا لو لمسناها هتبقى حامية على ايدينا. فخطوة المكوة دي مهمة جدا، ما تتجاهلوهاش. طبعا ممكن ما نعملهاش ازازة زيت، من ازازة الزيت بس، وممكن نعملها من زجاجة الماء زي ما انتوا شايفين اهو. حتى لو لاحظتوا ايدي بتبدأ ان هي بتروح عند المكوة كده، لانها بقت بتنزل اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى اي حتة لسه حامية نعملها، والحتة دي برضو عملتها لان الجزء ده هنعمله هنحطه في المطبخ ونعمله كقمع، وشكله حلو قوي زي ما انتوا شايفين اهي كده. الاتنين ما عادش حاميين على ايدينا خالص. خطوة التزيين دي بقى على راحتكم، ممكن نزين بأي لون. انا عملت باللون الاصفر اهو زي ما انتوا شايفين. ببدأ الون باللون الاصفر. انتوا ممكن تعملوا بقى باللون الاحمر، تعملوا باللون الاخضر، تعملوا باللون الازرق، تعملوا باللون الاسود، اللون اللي انتوا عايزينه تعملوه. مش شرط اللون اللي انا عملته، بس الاصفر هيكون حلو برضه هو والاحمر اهو. ببدأ ان انا الون كده خلصت. شايفين الجزئية اللي تحت دي؟ ممكن نسيبها شفافة او نلونها باللون الابيض. انا عن نفسي كنت عايزة الونها باللون الابيض. الحتة اللي انا بلونها دي، وكنت ممكن تسيبوها بنفس اللون الزجاجة براحتكم، او تلونوها اي لون تاني غير الابيض. بس الابيض هو اللي هيكون مناسب قوي لاي لون هنزين بيه اهو. خطوة التزيين بقى، عملت اللوب، جبت اللون الاحمر، اي لون بقى تزينوا بيه. وببدأ ان انا اجيب الفرشة خط يمين وخط شمال والقلوب طلعت ما اقولكوش تحفة. طبعا بقى هعمل كده نص، اللي انا بعمله كده نص باللون الاحمر، والنص التاني هيكون قلوب لونها اخضر اهو زي ما انتوا شايفين كده. جبت اللون الاحمر وببدأ ان انا اعمل القلوب. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهات اهو. هجيب بقى اللون الاخضر وابدأ ان انا ازينها برضو. بس كل الكلام ده يا جماعة لازم المنظم بتاعنا يكون نشف، الالوان اللي عليه تكون نشفت عشان نبدأ ان احنا نزين.
عشان الالوان تثبت بقى على الزجاجة ممكن نستعمل الوان بوستر كولر او اكريليك. وببدأ ان انا اعملها كده بالشكل ده اهو. هيكون مثلا لو انا عايزاه بالقلوب الاخضر هحطه على جنب، والقلوب الاحمر هحطها على جنب، لان انا عملت نص كده ونص كده. وهيكون شكله حلو قوي على المكتب بتاعك، وغير كده كمان هينفعنا قوي للمدارس اهو. ما قدرتش استنى بقى وقلت احطلكوا فيه الاقلام ونشوف معانا هيكون شكله حلو ازاي. مرسوم بياخد كمية اقلام كبيرة باي زجاجة بقى احنا عايزينها، سواء زجاجة ماء سواء زجاجة زيت. طبعا كلنا بنبقى في حاجة كده في البيوت المصرية بنبقى مخزنين